بصراحة يا جماعة أنا مصدومة، مصدومة من اللي أنا شايفاه دوّة، كمية منتجات مضروبة ومالية السوق ومالية المحلات والسوبر ماركت وكل الأماكن اللي بنشتري منها، أي مكان تروحي تشتري منه تلاقي الحاجات المضروبة دي، تخيّلوا بقى بتجيبي بقى نسكافيه، بتجيبي بيكنج باودر، بتجيبي فانيليا، بتجيبي جيلي لعيالِك عشان بيحبوه، الشاي يا بني آدمين اللي بنشربه يعني في كل وقتنا صبح وليل وضهر وعصر في كل وقت، كل الحاجات دي مغشوشة، شايفين المنظر؟ حتى نسكافيه ال3 في 1 غاشينه، لأ وغاشينه وعاملينه بطريقة احترافية، كوفي ميكس، الجيلي اللي أطفالنا كلها بتحبه، الشاي اللي بنشربه، البيكنج باودر، الفانيليا، لأ وعاملهم بطريقة احترافية بصراحة، أنا مش عارفة هو إيه اللي عامله دوّة، أنا بيتهيأ لي لو كان يعني اتحدى نفسه وبالمعدات والحاجات اللي عنده دي كلها عمل لنفسه اسم في السوق وعمل حاجة ترضي ربنا، كان هيبقى طبعًا ممكن كان ينافس شركات كبيرة كمان، لكن بالمنظر دوّة بالمنظر ده يعني أنا مش عارفة إيه كمية الحاجات يعني أنا والله العظيم كل ما باشوف الفيديو يعني أعصابي بتتعب وقلبي بيوجعني، وشايفين أصلًا شكل المكان، أنتم شايفين شكل المكان عامل إزاي، يعني للأسف طبعًا يُقال إن دي بودرة بلاط، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا مش قادرة أقول حاجة أكتر من كده. يعني تخيّلوا الحاجات دي وبنقول الأمراض بتكتر وبنقول بييجي لنا هشاشة عظام واللي عنده الضغط واللي بييجي له السُكّر، كل الأمراض دي طبعًا من اللي إحنا بقينا فيه، شايفين الاحترافية، شايفين مُعدّات يعني لو كان اتعامل بما يرضي الله وعمل حاجة ترضي ربنا كان هيبقى أحسن من كده، شايفين المنظر، شايفين الحاجات اللي بتخُش جوّه قلوبنا عاملة إيه؟ شايفين شكل الشكاير أصلًا اللي حاطينها على الأرض دي شكلها عامل إزاي، تخيّلوا بقى، تخيّلوا، لكم أن تتخيّلوا بقى كل اللي بيخش في معدتنا وفي جوفنا دوّة بيعمل فينا إيه. بانيو، الشاي، شاي العروسة طبعًا اللي هُم مقلدينه، كل دي حاجات طبعًا في يومنا طول النهار وطول الليل عمّالين نشرب وناكل من الحاجات دي وبنحطها على كل حاجة، ومش إحنا بس، إحنا وولادنا. شايفين المنظر؟ أنا بصراحة مش لاقية كلام أقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل.